ايه ده؟ مين؟ فين؟ ليه؟ ايه ده؟ هو انا نمت وانا قاعد ولا ايه؟ الله، هي الساعة كام دلوقتي؟ 6:30 الصبح. مين هتصل بيا في الوقت ده؟ استر يا رب. الو. الو، استاذ زيكو. ايوه انا زفت، مين بيتكلم في ساعة زي دي؟ يا ترى انا بتصل بحضرتك في وقت مناسب؟ بصراحة لا، بس خلصيني بقى، عايزة ايه؟ طب تحب اتصل بحضرتك في وقت تاني؟ عشان اول مخفل تاني تتصلي بيا وتصدعي امي تاني وتالت ورابع. لا خلصيني دلوقتي، انت عايزة ايه؟ مع حضرتك يا فندم استاذ النرمين من شركة WC للتسويق العقاري. اقدر اخد من وقت حضرتك دقيقتين بس؟ اتفضلي يا اختي، خدي الدقيقتين. كنت حابة أسأل حضرتك لو حضرتك يعني مهتم بمشاريعنا وبالشاليهات بتاعتنا في الساحل الشمالي. هي فندم، عندنا شاليهات في أفخم القرى والمنتجعات السياحية بالساحل الشمالي كله وعلى البحر مباشرة. وبعدين؟ المساحات عندنا يا فندم بتبدأ من 100 متر وبأسعار تنافسية ومختلفة. مدهش. وبعدين؟ الأسعار عندنا يا فندم بتبدأ من 5,300,000 بس، وفي تقسيط على 3 سنين بفايدة بسيطة جدا يا فندم ولا تذكر 12.5% بس يا فندم. يا راجل. طبعا يا فندم، هو أنا هكدب على حضرتك؟ ولو حضرتك بقى عايز تأجر؟ لا لا لا، أأجر ايه؟ الشغل البلدي والسوقي بتاعكوا ده، هو انا بتاع ايجار؟ هو انا عشان ساكتلك وباخدك على قد عقلك من اول المكالمة يحصل كده؟ انت عايزة زيكو بيه اكبر جدعان منطقة الخرطة ياخد ده شاليهات ويأجرها؟ ليه؟ انت مفكراني انا من فين؟ ده انا مش سلخانة يا بنتي، انت ما تعرفيش اي حاجة. أنا آسفة جدا يا فندم، أنا مش عارفة أقول لحضرتك إيه. انا شكلي يبقى ايه ساعتها قدام صحابي في نادي اشبال الجزيرة؟ اقول لهم ايه واعد لهم ايه؟ يا فندم أنا آسفة جدا، أنا الظاهر إن أنا لخبطت حاجة في اللي بقوله، أنا بعتذر لحضرتك بشدة. وبعدين ايه 100 متر دي؟ ها؟ اعمل ايه انا في شاليه 100 متر؟ مش فاهم. ده انا عندي كلاب حراسة بس مسكنهم في 200 متر لوحدهم، تقوم انت تقولي لي معايا شاليه 100 متر؟ ليه؟ هقعد ابيع حرنكش جوه؟ بقى زيكو بيه يقعد بشاليه في شاليه ب100 متر؟ ايه ده؟ ايه اللي بتهببوه ده؟ يا فندم بعتذر لحضرتك للمرة التالتة، أنا ما كنتش أقصد. لا وكمان بتعرضي عليا تقسيط؟ قصدك ايه يعني؟ قصدك ايه يا ولية انت؟ قصدك تقولي ان انا كحيان وعدمان ومعيش ادفع الفلوس الكاش؟ لا يا حبيبتي، فوقي وشوفي انت بتكلمي مين. ايه شايفاني من معدوم الدخل انا مثلا؟ لا يا فندم حضرتك أنا بعتذر وبشدة. لا هو واضح انك مش عارفه انت بتكلمي مين اصلا يا استاذه انت. أرجوك يا فندم، أرجوك تقبل اعتذاري. اجري يلا نجري يلا وناديلي الراجل اللي مشغلك ده يلا. يا فندم أرجوك ما تقطعش عيشي، أنا ما كنتش أعرف حضرتك مين في المجتمع. أسفة وحياة أمي، أسفة. لا 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 لا، أنا مش قابل اعتذارك يا أنسة. لا تتصلوا بصفوة المجتمع وتعطلوهم عن أشغالهم وعن نومهم وعن اللي كانوا بيعملوه، وفي الآخر تقولي لي شاليه وأجر شاليه و100 متر وكلام فاضي زي ده، كلام عبيط كده. لا 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 لا، ناديلي يلا اللي مشغلك بسرعة، اجري يلا. عشان خاطر يا فندم سامحني بقى، سامحني، لا ربنا يسترك، سامحني. ايه ربنا يسترني؟ تقصدي ايه؟ تقصدي ان انا عريان وكحيان؟ لا 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 وحياة امي، يا نهار اسوح عليا وعلى سنيني، انا ما اقصدش يا فندم. انا قصدي ان ربنا ينجيك ويحفظك ويبعد عنك ولاد الحرام. اديني بس فرصة اشرح لحضرتك بس موقفي. ادريس يا ادريس، لم كل الفلاحين من العزبة وهات لي الكرابيك كلها وتعالى ورايا. أرجوك يا فندم، أرجوك، أنت هتعمل إيه؟ ذنبهم إيه بس الفلاحين يا فندم؟ ذنبهم إيه؟ ذنبك أنت يا أختي، ذنبك أنت، وأنت مش عارفة أنت بتكلمي مين أصلا. أو كل الفلاحين اللي هيتلسعوا دلوقتي ذنبهم في رقبتك، عشان أنت عصبتيني وحرقتي دمي على الفاضي. بليز يا فندم، بلوبيف، سامحني. خلاص بقى يا فندم، عفى الله عما سلف، وحضرتك برضو الكبير. استغفر الله العظيم، بتعصبوا الواحد وتضايقوه وتطلعوه عن شعوره.
وتستغلوا قلب الطيب الحنين عشان تبتزوني عاطفيا. انتوا كده عمركم ما هتتغيروا ابدا. يا فندم بعتذر لحضرتك للمرة المليون، أنا آسفة جدا لمعاليك. حقك عليا يا فندم، حقك عليا. استغفر الله العظيم يا رب. أنا بس عايزة معاليك تهدى وتسمعني بليز. اهدى ايه وهبب ايه؟ أرجوك يا فندم انسى كل الكلام الوحش اللي قلته لمعاليك. اردم عليه بجاز خالص كأني ما قلتهولكش. واسمع مني بقى عرض هيعجب حضرتك وهيليق بمقامك العالي قوي اللي أنا ما كنتش أعرفه. ثواني اولع البايب بتاعتي. فين السيجار اللي كان هنا يا ادريس؟ انتوا ايه مفكرين صوابع كفته وعمالين تلهطوا منه لهط؟ انت يا زفت يا اللي اسمك ادريس، تعالى ولعني، تعالى ولع لي يلا. صب لي كاس يلا وغور من وشي. أرجو إن معاليك تكون هديت وتسمعني. بقول لك ايه، انت استنفذتي طاقتي كلها وانا خلاص على شعره وهنفجر منك، فمن فضلك خلصيني وخلصي عروضك دي وخلصي شوفي هنعمل ايه في حياتك. مش عايز اسمع تفاهات وكلام فاضي لا يودي ولا يجيب. عندك عرض يليق بالاصول قولي، ما عندكيش عرض يليق بالبشوات ما تقوليش. عندك 10 ثواني تقولي لي ايه اللي يليق بزيكو بيه. ما عندكيش اللي يليق بزيكو بيه ما تتكلميش وانسحبي في هدوء، احسن عليا الطلاق بالتلاتة. قرية يا فندم، قرية في الساحل الشمالي. 240 كيلو متر، شاليهات، فيلل بحمامات سباحة، ملاعب وتاون هاوس، مطاعم وصالات رياضية وايه انجزي يلا. كافيهات، النايت كلابس، مفيش منهم في الميدل ايست كلها، بيوتي سنتر، ساونا، حمامات بخار، جاكوزي ومساج بكل انواعه. واسمها ايه القرية دي ان شاء الله؟ اسمها زيكو باشا يا فندم. القرية لازم تتشرف باسم معاليك يا فندم، ما يصحش ابدا يبقى لها اسم غير اسم معاليك. فهمتي طلب يا خلبوسة. مين بيحب الحاجات دي؟ طب تصدقي بايه يا نرمين؟ ولا ليكي عليا حلفان يا شيخة؟ انا مش عارف مين الحيوان اللي اداكوا نمرتي. بس يا فندم في ايه طيب؟ وحياة امي انا على لحم بطني من امبارح وما حطيت في بقي لقمة واحدة. ايه؟ رصيدي في البنك 72 جنيه. ايه؟ مش عارف اخطب ولا اتنيل لحد دلوقتي، وده طبعا لاني ما كملتش تعليمي. بتقول ايه؟ ده انا بكلمك من موبايل جايب شاشة وبلصم فيه بالعافية، وجاية بعد ده كله تقولي لي شاليهات ومنتجعات وزفت على دماغكو. يلا من هنا يا اقطاعية. بتقول ايه؟ شحات؟ وانا اللي عمالة اقول لك يا باشا، يا انت لا باشا ولا نيلة. يلا يا ابن خراسي بلاش قرف. ده زيكو. نعم يا بابا. ايه اللي انكسر عندك ده ياض؟ دي نفسي يا بابا، نفسي. نفسك؟ يلا في 60 داهية.